هو ده ايه بقى ان شاء الله؟ بص هو عامل كده ليه؟ معرفش. طب ما تموت يا احمد. بص خشن الجد. طب ما تموت. لا موت بسم الله. طب انتوا خايفين منه؟ اه. طب ما انتوا موتوه على فكره. امال ايه؟ امال هو مش بيتحرك ليه؟ هو مات على فكره. هو مات. انت فحصتي خلاص. ماشي. ايوه. هو كان مات من قبل كده. لا. عادي يا ابن الذين. هو مش راضي يموت ليه؟ لا بجد في ايه؟ ديالو. بس هو كده. لا في ايه بجد؟ انتوا حاولتوا معاه قبل كده؟ لا احمد قعد بيضربه العصايه من بعيد. ليه كده؟ قاعد يضحك. خايف عليه. اه. صح؟ قلت له انا اخاف عليه لما موت. انتوا جبتوه منين بقى؟ لقيتوه فين؟ دخلكم البلكونه؟ اه. في منزلنا بورس. لا مش بورصه خشن الجد. هي من العزبه. لا والله ده. بورس خشن الجلد؟ ما شاء الله. لا. هو بتاع مين اصلا؟ بتاع مين اصلا الحاجات دي؟ ماما قالت لي. بتاعتي. طيب ما انت قلت له هات لي، قلت له اشتري لي لا حاجه. ده انا اللي اشتريته. امال ايه؟ امال قالت ايه؟ لي موت يبقى الدين. والنبي. موته. طب اديله شويه، اديله شويه. طب وبعدين هنشيله ازاي بقى البلوه ده؟ ده بلوه. كلبه. اقدر اشيل فيه. بايدك؟ والله تحط ايدك فيه عادي. هات الجرف يا حبيبي وشيل. في بيتنا برص. ليه ده هو جاي من البلكونه. لو ريما عرفت. ده لو ما عرفتش مش هخش الاوضه دي انا تاني. اقول لك. لا ما تقولهاش. لا كان في بورس هنا قبل كده اللي كانت بتنضف برضه بس كنت صغير يومها خالص. حاجه لسه مولود. لكن ايه ده؟ يبقى انا جيت كده في الوقت المناسب. الوقت المناسب؟ اه. ساعتين. انتوا قاعدين القعده دي من ساعتين، انتوا ما عملتوش حاجه خالص؟ بسم الله ما شاء الله. بالظبط من ساعة ما انت مشيت كنت جاية في البلكونة لقيته. اه يلا على بقى. يعني ما عملتش حاجه خالص. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده بدايه الفيديو خالص. قلت لرنا يا رنا هروح اشتري بيض واشتري شويه منظفات ونضفي لي البيت، ورحت مظبطه لها الكاميرا ومظبطه لها الدنيا وسبتها ومشيت. هي بقى داخله في امان الله تفتح البلكونه. بصوا بس بصوا. يا احمد. هنا بقى كانت خلاص شافت البورس وبتشاور لكم عليه، بس انا مش عارفه هو البورس ده مؤدب كده ليه، لا وساكت كده ده احنا ما بنعرفش نمسك البورس خالص، بيجري جري وبيجري في اي حته. ما اعرفش هو ازاي ساكت لها كده بصراحه. هو ده شكله بقى، ده توقعي للموضوع يا جماعه. انا بقى هنا بعد ما خلاص بقى موتناه ومشيناه من الاوضه ومسحنا مكانه والكلام ده كله، انا توقعي ان هي اول ما فتحت البلكونه البورس ده كان عند حد، والحد ده رشش عليه مبيد حشري او حاجه، فهو اللي مدروخه كده. ممكن المبيد او اي حاجه مرشوش عليه هي اللي مدروخاه، لان البورس في العادي ما بيبقاش مدروخ كده خالص وبيبقى سريع جدا ومحدش بيعرف يمسكه اصلا. ده تحليلي للموقف يعني. بس الحمد لله تمت المهمه بنجاح وتم القضاء على البورس بنجاح. وهنا بقى ايه، كنت رحت مشوار تاني وسبت رنا، قلت لها يلا رنا عيشي حياتك بقى كملي مع نفسك، او ما كنتش لسه رحت مشوار بس كنت هروح. هنا بقى هي خايفه بتقول لي يا ماما انا من هنا ورايحه انا خايفه انام في الاوضه دي، ولو ريم جت وعرفت ان كان في هنا قرص ايه بورس في الاوضه مستحيل تخش الاوضه تاني. قلت لهم ليه يا جماعه عادي يعني، خلاص احنا خلاص بقى اتخلصنا منه يعني. المهم الله يبارك لك يا رنا، الله يبارك لك يا بنتي، من ساعه ما خدتي الاجازه وانتي مخليانا البيت زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين بتكنس بقى وتنظف وتروق كده البيت، والبيت كده باستمرار يشرح القلب. اللي هو انت ايه، منين ما يجيلك ضيف ومنين ما يجيلك حد انت قاعده رافعه راسك لفوق ومش مكسوفه ولا اي حاجه، بلس ان انت اصلا قاعده انت واسرتك وجوزك وعيالك قاعدين في مكان نظيف، مكان ادمي، مكان عينك مستريحه فيه ونفسيتك مستريحه فيه، بعيد بقى عن الفوضى اللي كانت موجوده قبل كده. الجو النهارده حر بطريقه يعني غير طبيعيه. انا خرجت النهارده مرتين، رحت جبت بيض ورحت جبت منظفات وطلعت مشوار تاني كده في السريع.
عايزه اقول لكم الجو بره في الشارع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حر جدا. بصوا لو تلاحظوا هنا الدنيا اصلا نظيفه ما شاء الله تبارك الله، الدنيا نظيفه، بس هي رنا بتعيد امجاد ريم تاني، بتعيد الذكريات الحلوه بتاعت ريم، فبتنظف النظافه عشان البيت ما يلحقش يتوسخ تاني. عايزين بقى لايكات كتير 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 قوي لرنا، وشجعوها بقى كده، لان هي بصراحه عملت مجهود، بذلت مجهود جبار علشان تحافظ على النظافه دي. طبعا انتوا عارفين ان احنا في الفتره اللي فاتت دي كان في ناس جت تساعدني، ومع ان جوزي عايزه اقول لكم قعد يقطمني كتير جدا، وقعد يقول لي ليه يعني بعد ما البيت نضف بقى خلاص، البيت نضف خلاص بقى خلاص قعد يقول لي وليه البيت اصلا يوصل للمرحله دي، وقعد يجيب لي القديم والجديد، والقديم الاول، وقعد يجيب لي القديم اللي هو بتاع القديم مثلا بتاع 22 سنه. والله العظيم قعد يفكرني بالحاجات اللي انا يعني كنت اخفقت فيها من 22 سنه، كنت لسه متجوزه جديد. الحركه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده بتاعت تحت السرير دي، لما كنت انا حاطه هدوم تحت السرير وجيت غسلت السجاد، كنت لسه حامل في ريم او معايا ريم صغيره، حاجه زي كده يعني، اللي هو كنت سنه اولى جواز زي ما بيقولوا، سنه اولى جواز. المهم جيت غسلت السجاد في الشقه، وانا ما كنتش لسه اعرف نظام الشقه، ما كنتش لسه اعرف النظام ان الميه بتسرح تحت السرير. كنت احسب ان انا هغسل مثلا السجاد في الصاله، كان عندي صاله هناك قدام الحمام، لو تفتكروا الشقه القديمه، ما حدش هيفتكرها مستحيل طبعا تفتكروها. كان في صالتين عندي، الصاله اللي هي الرئيسيه اللي هي فيها التلفزيون والانتريه اللي احنا كنا بنقعد فيها بره، وفي صاله تانية قدام الحمام والمطبخ واوضه الاطفال، ماشي. فالصاله اللي جوه دي اللي هي قدام الحمام والمطبخ دي انا كنت بغسل فيها السجاد، فما كنتش لسه اعرف ان السجاد، كانت الصاله دي يعني بعيد عن الاوضه، بعيد عن السرير. ما كنتش اعرف بقى ان انا لما هاجي اغسل السجاد الميه هتسرح تحت السرير، وانا كنت شايله هدوم الشتوي تحت السرير. فطبعا كان جوزي في اول الجواز كان صعب، دي اسرار يا جماعه وعادي هقولها لكم، كان صعب جدا، وكنت بخاف منه، كنت بترعب منه كده والله بجد يا لهوي، كنت بخاف جدا منه. فالمهم الميه دخلت تحت السرير وانا ما اعرفش الكلام ده. كان دخلت عيد، كان زمان العيد الصغير بيجي في الشتاء، واللي حصل ده كان في الشتاء. جيت بعديها باسبوعين 3 بقى، يعني انا كنت غسله السجاد قبل العيد باسبوعين 3 مثلا، قولي اسبوعين. كنت نشيطه بقى ولسه عروسه جديده، والواحد بيبقى نشيط يعني، فكنا بنعمل حاجتنا بدري. فجيت رحت غسله السجاد قبل العيد باسبوعين، ورحت جيت بقى وفرشته عادي يعني، كانت شقه جديده برضو، الشقه جديده لسه جديده ما فيهاش حاجه كتير يعني. المهم جيت بقى اللي هي التنظيفه بتاعت العيد اللي هي قبل الوفاه بيوم والحاجات دي، اللي هو انا بقى هشيل المرتبه وهكنس تحت السرير وامسحه والكلام ده كله، واشيل الهدوم الشتوي اللي انا كنت حطاها تحت السرير والكلام ده كله. جيت يا ولاد برفع لكم تحت السرير، لقيت الهدوم اللي تحت السرير معفنه. ليه متعفنه؟ عشان الميه اللي انا كنت بغسل منها السجاد سرحت تحت السرير وسرحت على الهدوم. هتقولوا انت كنت حاطه الهدوم مباشره من غير حاجه؟ كنت حاطه الهدوم في الشنط اللي هي مخرمه دي، شنط مخرمه مش شنط سفر، حاجات كده مخرمه يعني. فالمهم الميه دخلت على الهدوم وخلتها اتعفنت، مش كل الهدوم طبعا بس جزء كبير جدا. فكنت بخاف، كنت بترعب من جوزي كده رعب، كنت بخاف منه جدا. فقلت يا نهار اسود، ده لو شاف الهدوم وهي بايظه كده كانت باظت بقى، عفنت وخلاص، عفنت واتقطعت، من كتر ما هي اتعفنت اتقطعت اتهرت. قلت يا لهوي، ده لو شاف الهدوم بالمنظر دي، وكان ليه حاجات فيهم، كان الهدوم دي فيها حاجات بتاعته فيها، لو شافها بالمنظر ده مش هيحصل لي كويس. رحت واخده الهدوم ورمياها فين؟ في الزباله. كنا هناك في الشقه القديمه. يا لهوي ده استنى انا هقول لكم على اسرار فظيعه الوقت. فرحت واخده الهدوم فين؟ حطاها هناك. كنا الاول بنرمي في مكان هناك كده، هناك اسمه على الترعه كده، على ترعه. فرحت واخده الهدوم وحطاهم على الترعه. فانا كنت لسه جديده في المنطقه بتاعت جوزي، معرفش حد، بس في ناس عارفاني عشان عروسه جديده بقى في المنطقه، وحضروا فرحي ومش عارف ايه، فعارفيني، بس انا لسه ما كنتش اعرف حد. المهم في ناس شافتني وانا بتاوي الجريمه في ناس شافتني وانا برمي الهدوم. فالمهم راحوا الناس دي عاملين ايه يا ولاد، راحوا قعدوا يقلبوا في الهدوم وخدوا حاجات ليهم، بدليل ان انا بعد كده كنت ببقى ماشيه معديه من الشارع دي، كنت بلاقي الهدوم دي منشره في البلكونات بتاعتهم، والله بجد زي ما بحكي لكم كده. المهم واحده بنت حلال من الناس دي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، راحت قالت لحماتي،
وانتوا عارفين ان حاجه زي كده بقى لما تتقال لحماتك ايه اللي هيحصل؟ واحده بنت حلال او كذا واحده الله اعلم، بس هي في حد قال لحماتي الحقي مرات ابنك بترمي الهدوم بتاعتكوا على المصرف، بتاع ابنك على المصرف او على الترعه. طبعا حماتي العزيزه ما سكتتش، راحت قالت لي مين؟ لجوزي. راحت قالت له. المهم هو برضو ما سكتش، وكانت ليله كبيره قوي يا ولاد. عايزين تعرفوا يعني عواقب الليله دي ولا مش مهم؟ كفايه عليكم، كفايه عليكم كده، كفايه عليكم، لان النهايه ما كانتش حلوه، او النتيجه ما كانتش حلوه، او العواقب كانت وخيمه. العواقب الموضوع ده كانت وحشه خالص، لان زي ما قلت لكم هو كان صعب جدا. فلحد دلوقتي هو فاكر الموضوع ده لحد دلوقتي بعد 22 سنه جواز. والله فكرني بقى، هو بيفكرني بيه على طول، انا ما نسيتوش اصلا، هو مش مديني فرصه ان انا انسى، فهو لسه مفكرني بيه. اطلعي بره، ما اعرفش اسجل لحد في الاوضه. فهو لسه ايه مفكرني بيه من اول امبارح. فاكره من 22 سنه لما بوظت الهدوم ورحت رماتيها، والناس راحوا قالوا لامي، وامي جت قالت لي رحت عامله عارفين، رحت حاطه راسي جوه دراعي كده، والله مش عايزه اسمع. انت بتقول ايه؟ انت ايه يا جدع؟ انت بتتكلم في ايه؟ خلاص هدوم ايه وبتاع ايه؟ ما خلاص يا حبيبي، خلاص ربنا عوض علينا والحمد لله، واشتغلت وعوضتك عن الهدوم اللي باظت دي، وجبت حاجات في الشقه كتير وبساعد معاك في المصاريف، بس برضو مع ذلك لسه فاكر لي الموقف ده. انا زعلت قوي بيني وبين نفسي. ايه ده؟ ما خلاص يا جماعه، هو في ايه؟ خلاص ماشي. ده موقف. في موقف تاني برضو افتكرهولي، برضو كنت ما كانش لسه معايا غير انس وريم، كانوا لسه صغيرين. اللي حصل بس ده الموقف ده انا ما بحبش افتكره، علشان انا من ساعتها وانا نفسيتي تعبانه. انتوا متخيلين؟ كان انس لسه بيرضع، كان انس لسه عنده سنه. فساعتها برضو كان عيد، دخلت عيد كبير. انا مش عارفه يا جماعه ليه دايما بنكد مع جوزي منذ بدايه الزواج، واحنا بننكد في الاعياد والمناسبات ورمضان والحاجات دي. لا نكد كبير بقى، نكد كبير. فعايزه احكي لكم اللي هو الموقف بتاع العيد الكبير ده، بس مش عايزه احكيه بصراحه، لان انا نفسيتي تعبانه لحد دلوقتي. انس عنده كام سنه دلوقتي؟ 18، مواليد 2007، عنده 18 سنه. يعني الموقف ده اديله 17 سنه. انا من 17 سنه وانا لسه نفسيتي تعبانه بسبب الموقف ده، لانه كان كبير. هو كبر الموضوع قوي، الموضوع كبر قوي زيادة عن اللازم، واثر عليا لحد دلوقتي. مش عايزه افتكره بقى، ومش عايزه احكي فيه يعني. يلا الحمد لله. يلا الفيديو النهارده بصوا فضفضه. بس الموقف التاني مش حابه احكيه خالص عشان قلبي بيوجعني، حقيقي قلبي بيوجعني قوي. يلا الحمد لله. بس الحمد لله خير. ربنا عوضني بعيالي، وربنا عوضني برنونه التوته القمر اللي في حياتي، ولادي كلهم والله الحمد لله. يعني الحمد لله، نعمه الاولاد. ربنا يهديكي انس يا رب، وافرح بيك كده. وادعوا لانس يا جماعه بالله عليكم، ان ربنا ينجحه السنه دي ويخش كليه حلوه، ويفرحني بيه انا وابوه يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. يا واد يا احمد، يا احمد، اقفل يا حيوان. اقفل كفايه كده. ما بقولش وطي، بقول اطفي. هتلاقوني نبرة صوتي اتغيرت واتعصبت واتنرفزت لمجرد بس اني افتكرت الموقف اللي هو من 17 سنة ده. يلا
الحمد لله على كل حال، الحمد لله. شوفوا رنا هنا بقى نضفت مش عارفه هي غسلت البوتاجاز ولا لا، مش عارفه بصراحه. انا جيت من بره، رحت داخله على قاعده على الكنبه ومسكت التليفون واديني بتفرج زيكم، ما شفتهاش حتى والله وهي بتعمل الحاجات دي. بس هي بتمسح التلاجة الغسالة قصدي زي ما انا بعمل، وبتشوف اي حاجة مطربة بقى، اي حاجة متوسخة بتعملها بتنضفها. الله يبارك لها يا رب، الله يبارك لك يا بنتي يا رب. حطيتوا لايك يا جماعة رنا، يلا حطوا لايكات كتير قوي رنونة، واشتركوا بقى في القناة علشان خاطر رنونة، واكتبوا كومنتات حلوة لرنونة. هحاول افك معاكم كده شوية، بس خلاص بقى انا خلاص نفسيتي تعبت كده، وهتلاقوني مكتئبة شوية بقى. يا ريتني ما كنت اتكلمت، ويا ريتني ما كنت افتكرت، بس هو الكلام جاب بعضيه. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله. يا ترى يا رنا بعد ما تكنسي المطبخ هتطلعي بقى تكنسي المنور والسلم وكده؟ مش عارفين والله، انا ما عارفه هي عملت ايه. انا بصوا بتفرج زيكم بالظبط. انا بتوريكم بقى انا المطبخ بقى فله والحوض. الله الله على الجمال يا بنتي يا رنا، الله الله عليك يا توته، والله الله عليك يا بنتي يا مسكره يا رنا، عسل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. انا بتوريكم بقى جوله في الكل يعني.